السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة الأستاذة نور الإيمان. عدت لكم اليوم من جديد بفيديو جديد سنقوم فيه بحل تمرين حول تكيف النباتات مع الجفاف. وقبل البدء في هذا التمرين أو في حل هذا التمرين أطلب منكم الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه حتى يصلكم كل جديد بإذن الله. إذا نبدأ مع بعض في قراءة نص هذا التمرين وحل الأسئلة. إذا عندي شجرة البوباب، إذا هذه شجرة البوباب، سأكتب هنا شجرة البوباب. إذا هذه الشجرة تعيش في مدغشقر بإفريقيا، في منطقة تتميز بتذبذب في تساقط الأمطار، كما أنها قليلة، ويصل ارتفاع هذه الشجرة إلى 30 متر، يعني هذا الارتفاع ككل يصل إلى 30 متر، وقطرها 10 متر، يعني هذه المسافة تقدر ب10 متر. جذعها وبعض سيقانها مجوفة من الداخل، معناها فارغة من الداخل، تملأها بالماء حيث تصل سعتها آلاف اللترات من الماء. إذن تصل سعتها آلاف اللترات من الماء. سؤال الأول يقول: حدد أهمية الساق الضخمة والمجوفة لشجرة البوباب. إذا ما هي أهمية الساق الضخمة والمجوفة؟ احنا قلنا المجوفة معناها فارغة، وفي نفس الوقت قال تصل سعتها آلاف اللترات من الماء، معناها أهمية الساق هي تخزين، أهميتها هي تخزين الماء. إذا أكتب هنا أهمية الساق الضخمة والمجوفة لشجرة البوباب هي تخزين الماء في الساق. إذا لاحظوا معي قطرها 10 متر، إذا كافية لتخزين كميات كبيرة جدا من الماء في الساق، هذه الساق المجوفة. بعد ذلك السؤال الموالي يقول: سمي تغيرات شكل وبنية الساق. سمي تغيرات شكل وبنية الساق عند هذا النبات. إذا كيف نسمي التغير في الشكل والبنية عند النبات؟ نسميه بالتحور. إذا نسمي التغير في شكله وبنية الساق عند هذا النبات بالتحور. إذا نسميه بالتحور. بعد ذلك السؤال الموالي يقول: استنتج نوع الوسط الذي تعيش فيه هذه الأشجار. إذا هنا الأشجار أو جميع النباتات التي تبدي تحورات، تعيش في وسط به ظروف مناخية صعبة. ما هي هذه الظروف المناخية الصعبة؟ وهي قلة الماء، ارتفاع درجة الحرارة، والإضاءة القوية. هذه الظروف المناخية من رطوبة قليلة يعني جفاف، وارتفاع درجة الحرارة والإضاءة القوية، نسميها بظروف مناخية جافة، يعني مناخ جاف. المناخ الجاف يكون في الأوساط الجافة. إذا هو قال نوع الوسط معناه وسط جاف. إذا سأكتب هنا 3. نوع الوسط الذي تعيش فيه هذه الأشجار هو وسط جاف. ولاحظنا مميزات الوسط الجاف هو قلة الماء يعني الجفاف، وقلة التساقط أيضا. لدينا ارتفاع درجة الحرارة والإضاءة القوية. إذا هذا بالنسبة لتمرين اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الشرح. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه حتى يصلكم كل جديد بإذن الله. ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.